متاكد انك ما تعرفش القتيل وكنت اول مره تشوفه؟ يا بيه والله زي ما بقول لسعادتك كده. طب تفتكر مين ليه مصلحه يعمل كده؟ انا عندي مصنع حلويات وداخل في كام مشروع صغير كده، وسعادتك عارف اعداء النجاح كتير. وحضرتك اول مره تشوفيه؟ ده حسن كان خطيبي زمان. لا 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 يا ابو علي، لا لا. بسم الله ما شاء الله. سايبه ست والدتك التعبانه العيانه المريضه المسكينه دي واقفه تعمل لنا حاجه ناكلها وانت قاعده عماله تتكلمي في ايه ما تخلي عندك دم شويه وتقومي تساعديها ولا تعملي حاجه للبيت. اختشي يا ابو علي. يا بنتي انا بكلمك يا بنتي، ما بترديش عليا ليه؟ ما تسيبي النيله التليفون ده وتكلميني زي ما بكلمك. ايه بكلم حسن خطيبي، عايز مني ايه؟ عايز منك ايه؟ طب سلام دلوقتي يا ابو علي، هكلمك تاني. مش عارف. عايز ايه؟ مش عارفه عايز ايه. عايز فلوس لارجان. معايا ومش هديك كده برضو يا بنتي؟ ده انا ابوكي ومقشفر على الاخر. قلت لك مش هديك. طيب انا بقى اعمل لك فضيحه واروح اقول لامك على اللي حصل بينك وبين حسن، اخليها تطب ساكته. انت البتاع اللي بتاخده ده لحس دماغك ولا ايه؟ امسك حرب نار في جتتك. روح يا شيخ منك لله. ولو انهم شويه لكن اهم ينفعوا برضو يسدوا. كريمه مالها البنت دي؟ معرفش يا ناجي بيه. بتعيطي ليه يا شاطره؟ اصل بصراحه يا ناجي بيه والدتها عيانه قوي. لا حول ولا قوه الا بالله. عندها ايه؟ ما وديتهاش لدكتور؟ يا بنتي ردي على ناجي بيه، ردي. وديناها الحكيم يا ناجي بيه، وقال ان كبدها مهري قوي واحنا معناش فلوس نجيب برشام. لا حول ولا قوه الا بالله. طب ليه ما اتكلمتيش يا بنت؟ كانت الانسه غاده اتصرفت واديتك سلفه او اي حاجه. عموما انا هكلمها واخليها تخلص لك الموضوع ده. متشكره قوي يا ناجي بيه. خلاص بقى يا بنتي، لازمته ايه العياط دلوقتي؟ انا هكلمها. روح اغسل وشك بشويه ميه واطلعي لها المكتب فوق. شكرا. ربنا يشفيها. خد يا نبوي المبلغ دوت من استاذ ناجي علشان تجيب علاج لمامتك. ده مبلغ صغير مني، يا ريت تقبليه. ربنا يخليك يا ست غاده، ربنا ما يحرمني من طيبه قلبك دي. ربنا يكرمك يا ناجي بيه، ربنا ما وقعك في دقيقه ابدا. الله لا يوريك يا ست غاده، اصل مريض الكبد ده بيبقى عايز فلوس كتير قوي. اكيد انا عارفه، ربنا يشفيها لك يا رب. ربنا يخليكي. طب الحق استاذن انا عشان الحق اجيب لها العلاج. اتفضلي. اما جبت لك العلاج يا اما.
اما في ايه يابا؟ انتوا قاعدين كده ليه؟ في ايه؟ اما 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 ريحتك واستريحت، ريحتك واستريحت يا أما، يا أما. قومي والنبي يا أما. يا اما سامحيني يا اما، والنبي سامحيني يا اما. نيجي جيسي، ما تعليش حسك في الحمام احسن تتلبسي. في واحد هنا. ايه ده؟ مين ده؟ مين المجنون اللي نايم بهدومه في الحمام مش خايف هدومه تتبل؟ تقولي مين؟ مش عارف، يمكن حازم صاحبك. لا، حازم ما جاش، مراته ركدت عليه. طب ممكن شريف ابن خالتك؟ لا، شريف عربيته عطلت في الدائري. طب تيجي نرفع الماسك اللي على وشه ونشوف مين. فكرة حلوة بس بشويش عشان ما يصحاش. صح، مش وش خالص، بس ما قلناش انا اللي هشيل الماسك ولا انتي؟ لا انت راجل، انت تشيله، انا بتكسف. انا الراجل، انا اللي هشيل. كريمة، ايوه ناجي بيه. البنت اللي كانت قاعدة على المكنة جنبك فين؟ النبويه، اصل والدتها الفتره اللي فاتت كانت تعبانه قوي وفي الاخر فيصت. ايه؟ ماتت. إنا لله وإنا إليه راجعون. تعرفي عنوانها فين؟ عنوانها؟ طبعا اعرف عنوانها. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. شد حيلك يا عم شحتة. الشدة بالله يا حسن يا ابني، ما نجيلكوش في حاجة وحشة. الدوام لله والباقي في حياتكم جميعا. هي كانت تعبانة وارتاحت. ارتاحت، ربنا يريحها وهيريحنا جميعا. لا ما تقولش كده، ربنا يديك الصحة وطولة العمر. ربنا يكرمك يا حسن يا ابني. طب مش واجب بقى نخش نعزي نبوية؟ ايه؟ نبوية؟ تعزي ده ما ينفعش. بتعزيها ازاي؟ بصفتك ايه يعني تعزيها؟ لما تكتب الكتاب عليها ابقى اعمل اللي انت عايزه، هي تعزيك انت تعزيها، انتوا الاثنين تعزوا بقى. عن اذنك عشان هفك حصر. يعزيها. شكر الله سعيكم يا رجالة. يرثني ويرث من آل يعقوب. النبويه في باشا كبير قوي عاوزك بعد. باشا كبير؟ ايوه. واجعله ربي رضيا. الحق يابا، بنت دوسة بتقول في باشا كبير بره عايزني. باشا كبير؟ طيب ابعتي الواد سعد يجيب سجاير للناس عشان السجاير خلصت. طب اطلع بس شوف مين بره. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، يا مرحب يا مرحبا. أهلا وسهلا، البقاء لله يا حاج. الله يبقى حياتك. اتفضل استريح، اتفضل استريح، اتفضل. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. هو مين حضرتك؟
انا صاحب مصنع الحلويات اللي نبويه شغاله فيه. هو مش حضرتك والدها برضو؟ والدها. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. حضرتك تشرب ايه؟ حاجه ساقعه ولا سيفن ولا بيبسي ولا ايه؟ لا متشكر قوي، انا هعزيها وامشي على طول. يا سلام يا سلام، وتعب روحك اهو. يا سلام، تعالى يا سعد، يا ولد يا سعد، خد البي دخله جوه واطلع على طول. اتفضل اتفضل حضرتك، اتفضل بعد اذنك. اتفضل اتفضل حضرتك. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. تأخرش يا ولا. يا ساتر. اتفضل اتفضل. ناجي بيه اتفضل. طيب اتفضل. مساء الخير يا انسه نبويه، البقاء لله. متشكره قوي يا ناجي باشا، ما اجيلكش في حاجه وحشه. طيب طب اتفضل، وانا هروح اعمل قهوه واجي لك على طول. لا قهوه ايه دلوقتي، خليك انت قاعده مع ضيوفك. انا حبيت اجي اعزيكي بنفسي عشان انت غاليه عندنا قوي. البقاء لله. البقيه في حياتك يا نبويه. تعيش. متشكره يا ست غاده. هو انا ممكن اقابل ناجي بيه؟ ايوه طبعا، بس قولي لي محتاجه اي حاجه انا ممكن اساعدك. لا بس انا كنت عايزه اشكره عشان كلف نفسه وجالي لغايه عندي، عزني في امي. حاضر، هكلمه لك ثانيه واحده. ايوه غاده. ايوه استاذ ناجي، النبويه موجوده هنا وكانت عايزه تقابل حضرتك. نبويه؟ خليها تدخل. ادخلي يا نبويه، هو مستنيكي. ادخل. اهلا 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 وسهلا. ازيك يا نبويه؟ الحمد لله على السلامه. استغفر الله استغفر الله. ليه يا بنتي بتعملي كده؟ اتفضلي اقعدي. جميلك على راسي يا بيه من فوق. انت ساعدتني واديتني فلوس عشان اجيب علاج لامي، ولو اني ما لحقتهاش، بس هو مقدر ومكتوب. وجيت لي لغايه عندي عشان تعزيني، وامرتهم يصرفوني مكافاه فوق مرتبي كمان، واديتني 3 ايام دجل العزا. يبقى مش عايزني ابوس ايدك كمان؟ يا بنتي ما تقوليش كده، الناس لبعضيها. انت تأمرني يا بيه، انا ممكن اكنس لك، امسح لك، اغسل لك، اي حاجه هنا او حتى في البيت، في اي حته انا ممكن اعمل لك اي حاجه عشان الجميل اللي في رقبتي ده. ما شاء الله ما شاء الله، بتعرفي تعملي كل ده؟ ده انت شاطره قوي. انت معاكي شهاده ايه؟ دبلوم تجاره. دبلوم تجاره؟ ما شاء الله ما شاء الله. لو تحبي تشتغلي اي شغلانه تانية غير تغليف الحلويات انا ما عنديش مانع. انت بتعرفي كمبيوتر؟ بس اعرف آلة كاتبه. لا 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 لا، آلة كاتبه ايه؟ الآلة الكاتبه حاجه والكمبيوتر حاجه تانية خالص. انا ممكن اخلي غاده تعلمك كمبيوتر وهو بالمره انت تساعديها. قلت ايه يا بنتي؟ انا من ايدك دي لايدك دي يا بيه، اللي تؤمر بيه. بصي زي ما وريتك، هتعملي الت مع شيفت. وريني بقى تدوسي عليهم ازاي. كده؟ طب ما انتي شاطره اهو. على فكره انت يجي منك، برافو عليكي. بركه فيك يا ست غاده، لولاكي ما كنتش عارف تعمل حاجه في الجهاز ده. طب اخر حاجه قلتها لك، هتعملي ايه دلوقتي؟ اسكه من هنا. يا حمتي. بسيطه. مش بهدومك مش بهدومك، استني ثانيه واحده. لا لا استغاثة، معقول انا ابقى موجوده وانتي اللي تنظفي المكتب؟ استني. على فكره نبويه، الكلام ده بعد كده ما ينفعش، احنا من النهارده بقينا زمايل خلاص. بردك يا ست غاده، العين ما تعلاش على الحاجه. النبي بتاعتي.
بصي اللي انا اديتهولك دوت دلوقتي الايرادات بتاعت الشهر ده، تمام؟ سجلتيها؟ اه. خلاص. هديكي دلوقتي ايرادات بتاع مصنع تاني برضو بنتعامل معاه، بيجيب لنا بونبوني وكده، بس تعملي لكل واحد فيهم فايل. ماشي. ما تحطيش الحاجات مع بعض، كل مصنع ليه فايل لوحده. ماشي. خلاص. في حاجه مش فاهماها لغايه دلوقتي؟ في اي سؤال؟ لا كله كويس كده. لا لا خلاص. ايوه غاده، انا خلاص مروح. في اي مواعيد تانية؟ لا يا فندم مفيش اي مواعيد. ونبويه عامله ايه معاكي؟ ما شاء الله عليها، يعني كانها متخرجه من معهد كمبيوتر. ده كان رايي فيها من الاول، ذكيه ولماحه. ما تحرمش من عطفك عليا يا ناجي بيه. ربنا يخليك يا بنت ويزيدك. مالك يا نبويه؟ تعبانه يا ستي غدا من صباحيه ربنا، وبعدين ما كنتش عايزه ابين بس عشان الشغل، بس دلوقتي خلاص الشغل خلص، ممكن اروح؟ ايوه طبعا، قومي روحي، كده كده شغلنا خلص خلاص. طيب متشكره قوي، ربنا يريح قلبك. شكرا. ايه ده؟ نبويه مالك؟ دايخه شويه يا ناجي بيه. لا الف سلامه. طب هتروحي ازاي؟ هروح ماشي. هروح ازاي يعني؟ مشي ازاي وانت في الحاله دي؟ بس اتفضلي اركبي نوصلك معانا. يا لهوي ما يصحش يا ناجي بيه، ما يصحش. هو ايه اللي ما يصحش يا بنت الناس لبعضها؟ اتفضلي اتفضلي اركبي. ألف سلامة. بقولك ايه، انا خلاص يا اخويا ما بقتش طايقه ريحه العرق بتاعتك دي، بريحه شحمك ده خلاص ما بقتش طايقاه. فكك مني بقى، انت من سكه وانا من سكه، اطلع من نافوخي يلا بقى. انت سايب مذاكرتك وقاعد تعمل ايه؟ عايزه ايه يا بت؟ بنت اما بنتك، انا اختك الكبيره، انا طفحانه الدم عشان اجيب لك مصاريف المدرسه واجيب لك المخروب اللي في ايدك ده عشان اطمن بيه عليك. انت هتذليني ولا ايه؟ انا حر، محدش ليه دعوه بيا. ليه يا اخويا مش حر؟ حر لما تبقى تشتغل وتصرف على نفسك، لكن طول ما انت تلميذ انت مش حر، ولا عايز تخيب خيبتي وتشتغل في مصنع حلويات اخرتها. انا راجل واقدر اشتغل واجيب الجنيه من بكره لو عايز. ادي اللي انت فالح فيه، طولة اللسان وبس. طب يا اخويا لما انت شاطر قوي كده ما تشوف شغلانه لابوك العاطل اللي عمال يلهف شقايه كل يوم والتاني. ما يخصنيش يا اختي اشوف لي شغلانه، ما يشوف لي نفسه وهو صغير. طب غور ياض، غور وهات البتاع اللي في ايدك ده. ايه ده؟ هات التليفون ده يا بت. بقول لك سيب البتاع ده لما تبقى تتعلم الادب، امشي غور. وهات امك لو اوريكي. واطي زي ابوك. الو. اهلا، ازاي حضرتك يا يوسف بيه؟ لا والله استاذ ناجي راح المزاد اللي هو في طريق مصر اسكندريه. لا ما عنديش فكره حضرتك. تمام.
بالتوفيق ان شاء الله. ميرسي. كتبتي اللي قلت لك عليه؟ اه. طيب. الو. ماشي اوكي حاضر. استنوني انا جايه لكم حالا. اوكي. بقول لك ايه، انا لازم انزل دلوقتي علشان استلم الطلبيه اللي وصلت تحت. خلصي اللي انا قلت لك عليه ولما اجي هشوفه. ماشي؟ ماشي يا ست غادة. الو. ايوه يا ناجي بيه، انا نبويه. لا مؤاخذه كده، كنت عايزه اقول لك حاجه مهمه. انا سمعت الست غاده بتكلم واحد اسمه اليوسف بيه وبتقول له ورحمة أمي الكلام اللي هي بتقوله ده ما حصلش. معقول أنا هخونك بعد العشرة دي كلها؟ انت فعلا كنت هتطير الصفقه من ايدي، لان يوسف بيه لما كلمك بالتليفون كان ساعتها موجود في المزاد فعلا، وقدر يعرف منك انا عامل حساب على ايه واخري كام. هو فعلا كلمني، بس أقسم بالله أنا ما قلت له حاجة، ما حصلش. انت كدابه، لولا لطف ربنا انا كنت خسرت الصفقه دي. بس هو عارف ان انا راجل نيتي صافيه ومحتاج الصفقه دي قد ايه. وقف في طريقي اللي قدر يسلفني مبلغ اعلى بيه عن المبلغ اللي كان مقدمه يوسف بيه، عشان كده كسبت الصفقه. انت عيشك اتقطع من هنا. اتفضلي. نبويه، انت هتحل مكانها وليكي كمان مكافاه. لا لا يا ناجي بيه، انا مش عايزه فلوس، انا عايزه رضاك بس عليا. الرضا وحده مش كفايه، خدي دول، هاتي كل اللي نفسك فيه. ملوش لزوم يا ناجي بيه، عن اذنك. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا 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 بنتي حبيبتي، جايبه لنا ايه؟ قرب يا واد يا سعد، قرب يابا، جايبه لكم عشاء. جايبه لنا ايه؟ جايبه لك كباب وكفته يستاهلوا بقك، بدل السم الهاري اللي عمال تشرب فيه ليل ونهار، ولا عارف تشوف شغلك ولا عارف تسلب طولك. اولا السم الهاري اللي انت بتقولي عليه ده بقى جوه عظمي، بقى حاجه مني انا، لا انا اقدر استغنى عنه ولا هو يقدر يستغنى عني. طب يا اخويا كمان بتقول شعر. والكباب والكفته دول بقى اللي انت جايباهم سرقاهم ولا من حر مالك؟ سرقاهم ايه يابا؟ عيب تقول لبنتك كده. قوم يا واد افتح الباب شوف مين. اوعى ساعة. ايه ده يا وكاله من غير بواب؟ يخرس يا اهلا 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 اهلا، كوز بنت حبيبي، اتفضل استريح. اهلا وسهلا، يا مرحبا يا مرحبا. مرحب بيك يا حاج. اهلا بيك. عرفت اللي بنتك نبويه عملته؟ ايه بقى اللي بنته عملته؟ اقول يا نبويه، بنتك رميت لي الدبله في وشي يا حاج، وقالت لي كلام بايخ بقى، من سكه انت من سكه وانا من سكه، كلام مش مسطر. يا سلام يا سلام، الحقيقه هي قالت لي وانا زعلت. يا سلام. اعمل ايه؟ خلاص خلصنا يابا، ومش كل يوم والتاني يا حسن تجيني وتقعد تعمل بوليكه كده في حاجه خلصت من زمان. خلصت؟ هي خلصت يا نبويه؟ اه خلصت. مفيش حاجه بتخلص بالساهل. لا مد ايدك بس، كل كباب وكفته من اللي جايباهم نبويه، غذي نفسك. ودول بقى جايباهم من حر مالك ولا من جيب الراجل اللي وصلك عند الحاره؟ وماله؟ صاحب المصنع اللي بشتغل فيه ويكافئني، اقول له لا ابقى وش فقر زي ناس؟ وعلى فكره يا حبيبي بقى، نبويه دماغها يوزن بلد بحالها. عن اذنكم بقى، لا بدل ما تنكدوا علينا. هتندمي يا نبويه، هتندمي.
اتفضلي اتفضلي يا ارض احفظي ما عليكي. الله اكبر الله اكبر. اتفضل يا قمر، اتفضل يا جميل، والنبي بالراحه شويه. اتفضلي، بيتك ومطرحك. كل السراير دي بتاعتي؟ السراير دي كلها بتاعتك انت. عش حبنا اللي هنقضي فيها احلى ايام حياتنا، والنبي تتفضلي. دي طلعت تحفة. طب ومراتك الأولانية؟ مراتي خلاص رحلتها، وكويس ان انا ما جبتش منها عيال، كان زماني مش شحطط وراهم دلوقتي. يعني طلقتها ولا لسه؟ طلقتها والله، خلاص طلقتها. اصلها كمان ما رضيتش ان انا اتجوز عليها. المهم مش هي، المهم انت يا جيسي هانم، يا ام عيالي، يا اللي هتجيبي لي ولي العهد في المستقبل. مش كده برضه ولا ايه؟ طبعا يا بيبي، أنا ناوية أملا لك السراير دي كلها عيال، كلها كده. الله يا بيبي، احلى بيبي سمعتها في حياتي. حط كمان، حط كمان. خد الكفته دي، خد ولا انا خد كل بقى، كل. عايز وشك يبقى مورد كده زي وش ابوك. ايوه، اتغذى يا حبيبي، اتغذى. مرضية، اللي يفيد منهم لفه لهم في كام علبة. اهلا بحماية العزيز. اهلا بعريس الغاليه بعريس الغاليه. انا ما رضيتش اعملها يعني دخله كده بلدي ولا حاجه، عشان انت راجل من بيت عادي. ايه يابا الكلام اللي بتقوله ده؟ دخل بلدي ايه وكلام فارغ ايه؟ بس يا بنت، بس سيبيني خليني اكلم نسيبي بالطريقه اللي تعجبني انا. بس هي البنت الخدامه ما جابتش شاي ليه لغايه دلوقتي؟ انا هقوم اطلع عينيها بقى. والنبي ما تعصبي نفسك، الوش القمر ده اللي شبه الملبن ابو لوز امريكاني ما يتعصبش. يا ارض احفظي ما عليكي. كده ايه الجمال ده كده. انتوا ما بتاكلوش ليه؟ كده هناكل اهو. ما تجربوا السلطه. كل سلطه يا حبيبي بألف هنا. كل يا حمايه. انت يا بنت يا مرضيه، انت يا بنت. نعم يا ست هانم. انا مش قلت لك تنزلي الشاي مع الغدا؟ اتاخرتي ليه؟ انا ما اتاخرتش ولا حاجه يا ست هانم. لما ستك الهانم تقول كلمه تتنفذ على طول، والا همشيكي في منت. شكلك كده لكعيه يا اختي. ده انا طول عمري بخدم ناجي بيه، وعمره ما قال عليا لكعيه. بقول لك ايه، انا ماليش دعوه بناجي بيه ولا الكلام ده. انا هنا الكل في الكل، كلمه كلمتي والشوره شورتي، فاهمه ولا لا؟ حاضر. مؤاخذة بقى يا بيه، اقوم اغسل ايدي. اتفضل يا حبيبي، البيت بيتك. البت نبويه. لا نبوية ايه، اسمها جيسي دلوقتي، اوعى تسمعك لا تزعل. شيسي، انا عارف ان بنتي اصلا مش بنت بنوت، عشان كده انا شايل لك الجميل بتاعك ده طول عمري، مش هنساهولك ابدا. ده دين في رقبتي طول ما انا عايش. ربنا يخليك ويكرمك يا رب. مش بنت بنوت ازاي؟ مالك يا نوجة؟ مكلدم كده ليه؟
ايه يا بيبي؟ مالك؟ جيسي، انت كنت متجوزة قبل مني؟ مين اللي قال الكلام الفارغ ده؟ مش هرد عليك ولا اقول لك اي حاجة الا لما تقولي لي الكلام ده صح ولا غلط. لا طبعا غلط. هو انت مش واخدني بكر وعذراء؟ وبعدين انت كمان اتاكدت بنفسك. امال ايه الكلام اللي انا سمعته ده؟ مين اللي قالك الكلام ده؟ حماية. ابويا؟ هو حد يصدق الراجل ده اصلا؟ وما صدقوش ليه؟ عشان بيكرهني. هو ما بيحبش خلفة البنات. وامي قالت لي ان انا لما اتولدت كان عايز يخنقني، لولاش امي هي اللي كانت حايشاه عني. يقوم يقول كلام زي ده؟ واكتر من كده كمان. اقول لك نصيحه، ما تسلملوش ودانك، واقول لك احنا نقطع رجله من هنا خالص. سيب لي انا المهمه دي، انا هقطع رجله. صباح الخير. ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا تاني؟ مش ناجي بيطردك من زمان؟ ورجعني تاني لما عرف ان انا مظلومه. ثانيه واحده يا نبويه، قصدي يا جيسي هانم، ابلغ استاذ ناجي انك انتي موجوده. لا انا هدخله على طول، انا مش محتاجه اذن يا حبيبتي. مين اللي جاب البت دي هنا تاني؟ الناس تقول صباح الخير الاول. بونجور يا بيبي. بونجور يا حبيبة بيبي، يا صباح الورد والفل والياسمين والملبن. انا قلت ان انت جايه تصبحي عليا عشان نزلت الصبح وانت نايمه من غير ما تفطريني بايديك الحلوين دول اللي يتلفوا في حرير. ياسا، انا زهقت من النوم والاكل والشرب ومن السفر ومن كل حاجه ومن قعده البيت والنوادي والمطاعم كلها. ما انا قلت لك يا حبيبتي تعالي المصنع معايا ساعديني شويه، انت اللي مش عايزه. قلت لك اعمل لك مشروع ما رضيتيش. ما كفايه عليك البت السكرتيره اللي رجعتها دي اول ما مشيت من هنا. وبعدين بقى انا من زمان وانا شبعانه من الشغل وكان نفسي ارتاح، ولما ارتحت حاسه اني زهقانه كمان، مش عارفه اعمل ايه في نفسي، اولع في نفسي يعني. لا بعد الشر عليكي، خلاص اعملي شوبينج. طب هات فلوس. عينيا بس كده، اتفضلي. ايه ده، انت هتديني فلوس؟ انا عايزه الكارت بتاعك، انا الكارت بتاعي خلص. بس كده، حاضر. خدي اشتري كل اللي نفسك فيه. الله الله على الضحكه الحلوه. ايوه كده، والنبي ما تحرمينا من الابتسامه والضحكه الحلوه دي. الله الله الله، يا سلام. انا لو اعرف ان الكارت هيبسطك كده بكره هروح البنك واجيب 10 كروت. يوكتك ايه يا نوجه؟ الله، كتك دي طالعه من بقك زي الحلاوه السمسميه. ما عدتش بعرف انام يا دكتور، ممكن تكرر لي البرشام؟ مدام جيسي، رفقا بنفسك شويه. تفكير زيادة عن اللازم في موضوع البيبي ده هيعمل لك نوع من الضغوط العصبيه والنفسيه. ارجوكي، واذا كان ناجي بيه يعني ما عندوش مقدره للخلفه، انا عندي راي يا ريت تاخدي بيه. يعني هيعمل لك نوع من السعاده وهيرفع عنك الحاله اللي انت فيها. يا ريت تتبني طفل. بس انا ماليش طقطان على عيال، بس ممكن اخد سعد اخويا، اهو يتيم ومن لحمي ودمي برضك، وهو اولى بحنان اخته، ولاجل عظم امي في تربتها يمكن سامحني على اللي عملته فيها. ما انا موتها بحسرتها لما حبلت من حسن. فكرة حلوة يا دكتور، هعملها. شوف يا سعد، أنا دلوقتي ما بقيتش أختك الكبيرة وبس، لا أنا كمان بقيت بدل أمك. أنا عارفة يا حبيبي إن أنا اتأخرت عليك شوية، بس أنا هعوضك عن كل حاجة، ومن بكرة تروح مدرستك، هفضل وراك لغاية ما تكمل كل تعليمك. بس انا مش عايز اروح المدرسه دي. ما تقولش كده يا واد، أنا عايزاك تطلع دكتور قد الدنيا زي ما أمك كانت عايزة.
الله يرحمها. الله يرحمك يا عم. طب اقرا لها الفاتحه. صدق الله العظيم. يلا حبيبي انت اطلع اوضتك عشان تلحق تنام. صباح على خير. وانت من اهل. في واحد عاوز حضرتك، بيقول اسمه الأسطى حسن. حسن؟ طب خليه يدخل بسرعه وانا هجيلك على طول. خليه اساليه بس يشرب ايه. حاضر. انا مبسوطه قوي انك جيت زي ما قلت لك. ازيك يا نبويه؟ نبوي نبوي على قلبي زي العسل. انت واقف ليه؟ اقعد. ماشي. حسن، انت الوحيد اللي انا حبيته، وانت الوحيد اللي ممكن تفهمني. انا عشت طول عمري في فقر وحرمان وذل. لما جالي ناجي كان فرصة كبيرة قوي، ما كانش ينفع اضيعها. رغم اني وصلت للحلم ده كله برضه فضل حاجة ناقصاني مهمة قوي. حاجة ايه؟ يعني شوية تظبيط عفشة وبتاع وهتبقى العربية زي الفل يعني. الحب يا حسن، الحب اللي ما عشتوش غير معاك انت. فاكرة ايام حبنا يا حسن؟ الحب انت دلوقتي من زمان يا نبوية مش انا. وبعدين انت خلاص دلوقتي ست متجوزة وانا راجل متجوز. بقول لك ايه؟ ما بقاش ينفع. الحب ملوش دعوة بالجواز يا حسن. دي مشاعر مش بإيدينا. انت ما عدتش تحبني ولا ايه يا حسن؟ الا بالحق، هو انا ما فرجتكش على السرايا؟ لا. انا افتكرت اصلا كان المره اللي فاتت كنت محموق قوي يعني وما ادتنيش فرصه افرجك. تعالى نفرجك عليه. تعالى. ولسه في حاجة غير هنا؟ ايوه تعالى بس تعالى. بس الصراحة على حق ربنا هتعجبك قوي. هي عجباني من زمان.
انت ايه اللي جابك هنا؟ انا الواد سعد ابني وحشني وجاي عشان اشوف. وانا بقى المفروض اصدق يعني طقم الصعبانيات بتاعتك دي؟ امشي من هنا بقى، خليهم يطردوك بره. كده برضه انا ابويا؟ ده انا ابوك يا بنتي، ابوكي. انت عايز ايه؟ طب انا عايز 1000 جنيه. انا معيش فلوس هنا، هبعتهم لك مع الخدامه. انا مش عايزه فضايح قدام الناس. خلاص هاخد الواد سعد معايا وانا ماشي. لا سعد لا، بقول لك ايه، ما تحاولش، مش هتاخده. انا مش عارفه يا شيخ انت جيت هنا ليه؟ انا بكرهك. انا عمري ما شفت معاك يوم حلو لا انا ولا امي. كده برضه كده. طيب غور بقى. وهم استغنوا عني، وهم استغنوا عني، وهم استغنوا عني، هم استغنوا عني. بكرة الأيام تبين من قاسي ومن حنين، وساعتها تعرفوني لما الأيام تبين، لما الأيام تبين، لما الأيام تبين. عيب والموجة عالية، والموجة عالية عليا، بتشيل وتحط فيا، الكل جاي عليا، الكل جاي عليا، الكل جاي عليا. ايوه يا دكتور. ايوه مدام جيسي. انت ليه ما جيتش الحفله زي ما قلت لي؟ معلش انا اسف، كان عندي ناس كتير في العياده وما قدرتش اجي. انا تعبانه قوي. تصور بابي كان عايز ياخد مني ساعات، وانا كمان اتعصبت عليه قوي، وكنت خايفه على حد من الخدامين ياخد باله. انا حاسه ان هو مش ابوي، حاسه انه بيكرهني، وان كل حاجه بيحاول يبوظها لي في حياتي. انا بكرهه بكرهه. طب اهدي بس شويه يا مدام جيسي، خدتي الدواء اللي انا قلت لك عليه؟ انا خدت العلاج اللي في الروجيت، انا حتى لسه واخده برشام دلوقتي. طيب كمليه ولازم تجيلي. حاضر. طيب اجيلك امتى؟ انا ان شاء الله هكون يوم السبت موجود في العياده، انا مستنيكي. ماشي يا دكتور، ماشي. أجرت الجنينة مطعم ولا إيه؟ السلام عليكم. السلام عليكم، السلام عليكم. ازيك يا باشا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. خدها يا صاحبي. إيه ده؟ هو قسم اللحوم إيه؟ شكرا يا صاحبي. المؤاخذة ابن عمي، مدام جيسي منين؟ فين؟ السلام عليكم. السلام عليكم يا باشا. بضيت لك في القفص يا بنت اللذينة، يا بنت شحتة البقال. خد يا بنت. تعالي هنا. اتفضل. فين ستك مدام جيسي؟ ستي وجيسي هتلاقيها مع ضيوفها. ضيوفها؟ ما احنا ضيوفها. ايه اللي معاكي ده وريني. ما عندكوش كرع؟ ايه القرف ده؟ طب خدي عينات دي، ما عندكوش بسيسه؟ طيب بسيسة ايه بس؟ طب روحي ندقيقها واخلصي. بقول لك ايه، طيب ما عندكوش وشوش من الوشوش اللي هنا دي؟ عندنا. اجيب لك وش؟ انا عارف مقاس وش، روح انت. يا مالها قفشه كده اللي احنا في حفله يعني. السلام عليكم.
الحلو ده؟ بلاش ده يا صاحبي. ايوه ايوه يا ابو علي، انت فين؟ ما جيتش ليه؟ وحشتني قوي. ما جيتش ليه بس؟ ما انا في الجنينه اهو من بدري. بجد انت في الجنينه؟ اه في الحفله. احلى حفله الاحلى وغالي. وعشان يا بنت انا هقضي الليله معاك انت، عشان انت احلى حاجه في حياتي. بجد؟ بس ايه الحفله دي يا بنت؟ دي حاجه انبهار. اه حفله على حق ربنا. طب انت فين بقى؟ ما تنزلي يلا. انا في التواليت ونازله. طب براحتك براحتك. يلا مستنيك، انا هاكل لقمه كده واتقوت تكوني نزلت. يلا سلام. ومن خرج من مقداره انت اللي داره. كل دم ولا قد برغوته، ولا العجبة في ايد اليتيم. جاكا صباح الخل يا فويا ومساء الليل بالخير، انا كافي شيري خار وبحب الخير للخير. صباح الخل يا فويا ومساء الليل بالخير، انا كافي شيري خار وبحب الخير للخير. اللي تعب حضرتك الخيانة ولا جريمة القتل؟ أنا اللي تعبني سعادتك إن سمعتي بقت زي الطين، وأكيد الصحافة لو خدت خبر هيكتبوا عن الموضوع ده، وأعدائي هيشمتوا فيا. بس انت عارف انك متجوز واحدة اصغر منك في السن، ويعني وارد انها تبص لحد غيرك. أنا من الأول كنت عارف إنها وصولية، بس كنت راضي ومستحمل. كنت عايز أخلف منها ولد. أنا وحيد يا سعادة البيه، معنديش عيلة، وكان نفسي أعيش الإحساس ده، بس ما كنتش أعرف إنها بالقذارة والحقارة دي. بقول لك انا ابويا، انا خلاص ما بقتش قادر بقى، ما كفايه لحد كده. ده انا اقتلك، اللي بدأ المشوار لازم يكمله يا حبيبي. ايوه بس انا ما بقتش قادر ابص في وش مراتي. ايوه وانا ما اقدرش اعيش من غيرك يا ستي، ولا انا اقدر اعيش من غيرك. طب وجوزك؟ هتطلق. ايه؟ هتطلق. يا بنت المجنونه، بحبك. بموت فيك والله بحبك. طب ما تقومي بقى تشوفي ضيوفك. لا خليني قاعده معاك شويه. احسن حد يشوفنا بس، ما كفايه كده. طب هشوفك بكره. هخلص ورشه واكلمك. ماشي. بقول لك بموت فيك. والله حاجه على حق ربنا.
يا ده سعد ده، انت لابس زي خير رمضان ولا ايه اللي انت لابسه ده؟ اهلا يا عم. انت تايه ولا ايه؟ تيجي اروحك الحاره؟ تروحني؟ ده انا اروح بلدك. طب ماشي ماشي، ده انت باين عليك على الاخر. طب قول لي فين الباب منين؟ تعالى من فوق اهو. منورين يا جماعه. شربتوا حاجه ولا لسه؟ ايه يا مدام جيسي، فينك مختفيه طول الحفله ليه؟ ما انت عارف بقى المسؤوليات كلها عليا، انا اللي بتابع كل حاجه بنفسي. ليه؟ امال ناجي بيه بيعمل ايه؟ ما بيعملش حاجه خالص. لا بصراحه ما هو الحق عليكي، انت اللي مدلعاه. انت معلم واحنا منك نتعلم، انت معلم واحنا منك نتعلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. انت معلم واحنا منك نتعلم، انت معلم واحنا منك نتعلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. حطيتي اسمي في الوحل وضيعتي سمعتي. منك لله، منك لله. الشغالة قالت إنها آخر مرة شافت حسن في الجنينة معاك يا سعد. هو سألني البوابة منين وبس. وبعدين؟ شاورت له عليها ومشيت. بس؟ لا، وبعد كده رجع سألني الحمام منين، أصله كان محصور. وريته مكانه فين ودخلت وراه وقتلته. وانا اقتله ليه؟ هو كان جوز امي؟ عشان مصاحب اختك من ورا جوزها وانت طالع زي ابوك، شايف وعارف وساكت. انا مش زي ابويا. بحبك يا نور. وانا بموت فيك. انت القلب كله على حق ربنا. تدلع كمان. ربنا بيحبنا يا نور عشان شفتك انت. حبيبي يا ابو علي. قومي بقى لحسن حد يحس بينا. ماشي. بقول لك بحبك. بموت فيك. يا ده سعد ده، انت لابس زي خير رمضان ولا ايه اللي انت لابسه ده؟ اهلا يا عم. انت تايه ولا ايه؟ تيجي اروحك الحاره؟ تروحني؟ ده انا اروح بلدك. طب ماشي ماشي، ده انت باين عليك على الاخر. طب قول لي فين الباب منين؟ تعالى من فوق اهو. طب استنى بس، عايز اروح الاول بس التواليت عشان محصور. برضه من فوق، تعالى. ماشي. تعالى يا ايوه انا اللي قتلته برقبه ازازه عشان واطي وابن 60 كلب. وانا راجل دمي حامي، انا مش عيل. ده انا كان كل العيال في الحته بيعايروني بيها. كان لازم اقتله عشان اثبت لهم اني راجل، وكنت ناوي اقتلها هي كمان.
ما تعمليش في نفسك كده. وانت يعني شفتي معاه حلو، مش غريبه عليكي يعني؟ لا غريبة يا حنان. عشت معاه أيام سودة وسكت. ما بيصرفش على عياله وسكت. ما بيشتغلش وسكت. لكن يخوني ويرمي عليا اليمين ويرمينا والعيال في الشارع، ده ما يتسكتش عليه أبدا. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. الراجل ده أكيد اتجنن. هو يلاقي واحدة تستحمله زيك ولا يلاقي ضفرك وشايلة قرفه وقرف عياله؟ اللي زي بقى بالمناسبة، عياله عملوا إيه هما كمان؟ مش طايقين يسمعوا اسمه. كفاية اللي شيماء شافته بعديها، كفاية إنها شافت أبوها في الوضع ده. منه لله، منه لله، كره العيال فيه، كره العيال فيه. طب وخالد عمل معاه إيه؟ بعدين إزاي يرميكوا في الشارع؟ عايز يتهبب يتجوز، يروح يتجوز في حتة تانية. وأنت غلطانة غلطانة، أنت إزاي تسيبي له الشقة؟ صدقي بقى إن خالد هو اللي لملي حاجتي، وقال لازم تمشي من هنا يا ماما فورا. مالكيش قعد هنا ولا ثانية واحدة. أنا مش عايزة أبهدلهم معايا. أنا قلت لهم خليكم أنتوا قاعدين معاه وأنا أروح عند رجاء أختي. ما رضيوش أبدا. أنا مش عارفة أروح بيهم فين. يا رب وقف جنبي، يا رب والنبي وقف جنبي. إن شاء الله ربنا هيحلها من عنده إن شاء الله. لو سمحت استاذ مختار بيقول لك اديله الاحصائيات اللي كان عايزها منك. حاضر. ايه ده في ايه؟ انت بتعيطي ولا ايه؟ لا ما تعيطيش. لا مفيش حاجة، مفيش حاجة، متضايقة شوية، خلاص خلصنا. لا لا ما تعيطيش. هاتي الأحصائيات أنا عاوزاها. مفيش حاجة يا أستاذ عطية. ربنا يهدي حال الجميع. ما تزعليش. أيوة خالد. أنت بتتكلم جد؟ إيجارها كام الشقة دي؟ لا ما ينفعش، لازم نعرف. أنت عارف ظروفنا. كتر خيره، كتر خيره، وربنا يزيده من نعيم الله. ماشي يا خالد، مع السلامة. حمدك وأشكر فضلك يا رب، حمدك وأشكر فضلك يا رب. حلوة أوي الشقة. مبروك عليكم، عقبال شقتك. الله يبارك فيك. انا عايز استاذن. لا تستأذن إيه؟ ما ينفعش طبعا. الحقي يا ماما، ماما دكتور حازم عايز يمشي. ده كلام برضو والله ما ينفع، لازم تتغدى معانا. مش هينفع والله يا طنط، وبعدين يعني انتوا لسه عندكم شغل كتير في الشقه، الله يكون في عونكم. سيبنا نرد شويه من الواجب الكبير اللي انت عامله معانا. شقه زي دي في مكان زي ده تساوي اكتر من 3000 جنيه، وانت بصراحه يعني مديها لنا اقل من النص. انا ما عملتش غير الواجب، وبعدين يعني انتوا غاليين عندي جدا، وبعدين انت زي امي. خلاص يبقى تتغدى معانا. مش هينفع والله، انا عندي شغل بعد اذنك. ابدا ما تتحرك من هنا يا خالد، يا خالد. معلش كنت بحط شنط بس جوه. تعالى بقى شوف الدكتور عايز ينزل من غير ما يتغدى معانا. لا ما ينفعش، انا خلاص طلبت الاكل خلاص، يعني شويه كده وهيجي والله. مش هينفع اخلي عندي شغل كتير والله بعد اذنك. لا لا طب هوصله بس يا دكتور، ما ينفعش والله، ما يصحش كده. طب بس هفهمك بس يا دكتور. انا مش عارف اشكرك ازاي يا دكتور، والله انت عامل معانا جميل اكتر من قرايبنا. عيب يا خالد، عيب ما تقولش الكلام ده تاني عشان ما ازعلش منك. مش هيجرى حاجه ابدا لما الناس تقف جنب بعضها في وقت الزنقه، والشقه دي ملهاش اي لازمه عندي ومقفوله زي ما انت شايف. انا عايزك بكره تاخد اجازه وتفضل مع ماما واختك. لا يا دكتور ما ينفعش، الصيدليه فيها شغل كتير، ما ينفعش ما اجيش. يا حبيبي مش هيجرى حاجه اما زمايلك يشيلوك في يوم اجازتك، والاجازه دي مدفوعه الاجر، يعني مش هخصم منك اليوم ده. والله العظيم ده كتير عليا، انا لو ليا اخ ما كانش عمل معايا كده. بس ما تعودش على الدلع ده يا معلم. لا ده انا ما بقاش عندي دم. حبيبي طب انا همشي. لا هوصلك. لا خليك مع ماما واختك. مع السلامه. ماشي يا دكتور، سلام في رعايه الله. بس انت كان برضه المفروض تتمسك بيه اكتر من كده، عيب قوي. يا بنتي ما انا عزمته قدامك وهو اللي مرضيش، طب اعمل ايه؟ بصراحه الواحد مش عارف يعمل للراجل ده ايه، محدش بيعمل كده اليومين دول. هو بصراحه من ساعه ما اشتغلت في الصيدليه وهو يعني عمال يعمل معايا واجبات، ده اداني بكره اجازه ومدفوعه الاجر كمان. ربنا يحبب فيك خلقه حبيبي. بس ده معاه عربيه غاليه قوي،
هو عنده كام سنه؟ ما يجيبش اكتر من 35. يا لهوي، 35 سنه وراكب عربيه زي دي، جابها منين؟ يا بنت مش صاحب اجزخانات، ده عنده كذا اجزخانه، الاجزخانات بتكسب. وبعدين هو في حد بيبطل يعيا؟ انفجار صيدليات دكتور حازم السويفي. ايه يا جدعان، ما تصلوا على النبي بالراحه كده، حرام عليه عليك. الصلاه والسلام. يا حبيبي احنا ما بنقولش، احنا بنحسد بس. ربنا يكرمه، جميله ده في رقبتي عمري ما هنساه. بقول لك ايه يا عم رضوان، عندكش غساله صغيره كده على القد؟ غسالة أطفال موجودة. كويس، وعايزه مكنسه. ولا اقول لك لا بلاش المكنسه دلوقتي، هات لي مكوه. ولا برضه بلاش المكوه دلوقتي. ايوه عايزه خلاط بس يكون ماركته كويسه عشان ما يخربش بعد شهرين، ومروحه كمان. عينيا. تسلم عينيك. وعايزه كمان كشاف عشان لما النور يتقطع. انا جيت لك بقى عشان عارفه ان اقساطك مريحه وفوائدك قليله. بس قولي لي عشان إيه ده كله؟ أنت بتجهزي بنتك لمؤاخذة؟ لا يا عم رضوان، اصل انا وصالح يعني اتطلقنا. ليه كده؟ ده حتى أنتوا الاتنين ما تخيروش عن بعض. يلا نصيب لحد كده بقى، الحمد لله على كل حال. لو تحبيني أتدخل ما بينكم ومصالحكم وترجعوا أنا مستعد. صالح ده يبقى زي أخويا بالظبط. ما عادش ينفع خلاص يا عم رضوان، الحياه بينا بقت مستحيله. ادعيني ربنا يقدرني. ربنا معاك يا مدام سماح، وأنا موجود. لو عوزتي أي حاجة اطلبيها مني. تسلم لي يا رب. بقول لك ايه بقى، اعمل لي حسبه الحاجات اللي انا طلبتها منك وقول لي القسط هيبقى كام والفوائد كام. ولا حاجة، القسط اللي يعجبك ومن غير فايدة خالص. لا بجد والنبي؟ هو الكلام ده فيه هزار برضو؟ ربنا يخليك يا عم رضوان، ربنا يخليك ويكرمك يا رب. اكيد انت عارف وحاسس بيا وبالضيقه اللي انا فيها. أنت تأمري يا ست الستات، أنت زي أختي. ربنا يكرمك يا رب. هتفرج على بقيه الحاجه. السيد محمد، صح كده؟ اوكي. على بكره ان شاء الله الساعه 8. ميرسي لحضرتك، باي باي. شيماء ازيك؟ اهلا، ازيك يا دكتور؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ الحمد لله. ثانيه واحده ابلغ الدكتور. استني طب لحظه واحده. عامله ايه في الشغل؟ الحمد لله كويسه. وبدر مزعلك ولا ماشي معاكي كويس؟ لا العفو طبعا، كويس جدا، يعني بيعاملني معامله حلوه قوي. هايل هايل. مع السلامه. اهلا، دكتور حازم بنفسه هنا. ازيك يا دكتور؟ ايه يا راجل الغيبه الطويله دي؟ يا عم غيبه ايه؟ انت عارف ان انا مطحون في شغل الصيدليه اللي انا فيه ده. يا سيدي قول صيدليات. ايه يا عم انت جاي تقر ولا ايه؟ يا سيدي صيدليات. يا سيدي الله اكبر، مش هحسدك. تعال اشرب حاجه، تعالى. لا 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 لا، انا مش جاي اتضايف يا عم بدر. انا خلصت شغل بدري فقلت اعدي على شيماء اخدها في طريقي عشان الوقت متاخر. انت مش خلصت شغلك خلاص؟ ما يعني مش عارفه. ماشي خلاص، هي خلصت. انا خارج اصلا اقول لها انها خلصت. انت خلصتي الشفت بتاعك، تقدري تروحي وبعدين معاكي الواسطه بتاعتك. حبيبي يا دكتور، بعد اذنك. يلا يا شيماء يلا. ميرسي يا دكتور. باي باي. ماما السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه مالك في ايه؟ اختك ما بتردش على التليفون. هي كل ده لسه ما جاتش؟ ما جاتش واتاخرت قوي وما بتردش. عادي يا ماما، تلاقيها في المواصلات ومش سامعه الموبايل يعني، ما تقلقنيش معاكي. بقول لك ايه، تعالي بس حضري لي اكل عشان ما اكلتش من الصبح ونازل تاني. نزل تاني؟ انت فين تراخر؟ ما هو دكتور حازم الله يعمر بيته اداني النهارده المرتب قبل نهايه الشهر، فقلت الحمد لله. كلمت الواد ميدو عشان الفلوس اللي كان مديهاني دخلت الشقه وكده، قلت اديله اي حاجه من اللي علينا. هي الواحد مش عارف يعمل مع الراجل ده ايه. والله راجل زي الفل، ربنا يكرمه ويفتحها عليه وينصره على من يعاديه ويديله على قد نيته يا رب. يا رب. بس تعالي بقى اكليني عشان انا بص خلاص يعني هاكل نفسي. تعالي اي حاجه اي حاجه. يا واد همك على بطنك على طول كده. انما مش قادر، ما اكلتش من الصبح. تعالي. معلش يا دكتور، انا اسفه بس يعني ممكن ما نتاخرش عشان ما قلتش لماما، خايفه تقلق عليا. ممكن وانت معايا ما تقلقيش من اي حد ربنا خلقه. احنا هندردش شويه ونمشي على طول. اتفضلي اتفضلي. هي البنت دي ما بتردش ليه؟ انت ما بترديش على التليفون ليه؟ وبتقفلي عليها كمان؟ بس ايه؟ ايه؟
مين؟ اتفضل يا دكتور حازم. استني. اتفضل. اهلا يا دكتور، ازي حضرتك؟ معلش يا ماما انا اسف، يا شيماء كانت معايا انا. اهلا بيك، اتفضل اتفضل. اصل دكتور حازم فات عليا ووصلني بعربيته. طالما مع دكتور حازم بقى ما نقدرش نتكلم. ما رديش على التليفون ليه؟ على الاقل عشان طمنيني. صح حضرتك صح، بس هي دي عدت عليا انا، امسحيها فيا. معلش. طب اتفضل ارتاح، اعمل لك في لا 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 قهوة ايه، الوقت متأخر، ان شاء الله وقت تاني. انا بس قلت اوصل شيماء واطمن عليها، وهبقى اجي في وقت تاني ان شاء الله بعد اذن حضرتك. اذنك شيماء. اتفضل تسمع. اتفضل يا دكتور. تصبح على خير يا ماما. عايزاكي شويه. خير. تعالي. هو دكتور حازم ما قالكيش حاجه؟ مش فاهمه. حاجه زي ايه يعني؟ حاجه زي اي حاجه. لا ما قاليش اي حاجه خالص. بل هو فات عليكي ووصلك ليه؟ ما اعرفش، انا لقيته فايت عليا وبيقول لي عايزه اريحك من زحمه المواصلات بس. الحكايه كده يعني. ماما انت قلقانه من ايه بس؟ شيماء، انت عمرك ما بتخبي عني حاجه. طول عمرنا متعودين نتكلم مع بعض، واحنا وضعنا دلوقتي غير الاول. عارفه كويس جدا، وعارفه ان وضعنا بقى احسن من الاول بكتير كمان. لا مش احسن. احنا دلوقتي من غير راجل. اخوكي ربنا يخليه بس لسه عضمه طري. الناس ما بترحمش، انت لازم عينك في وسط راسك. فاهماني؟ فاهماكي. طيب ما تبقيش تركب معايا العربيه تاني. اوكي مش هعمل كده تاني. ثانية واحدة. دي البرفانه اللي انا بستعملها، بس انا ما طلبتش منك حاجه، اصلا ما خلصتش اللي عندي. ويعني ما يجراش. ايوه طب يعني تمنها بقى زي ما هو ولا بتزود زي كل حاجه؟ لا ما يحصلش، دي هدية كده للغاليين بس. هديه ليه بقى ان شاء الله؟ ما انا كل مره بدفع لك اللي باخده. لا المرة دي أنا اللي جبتها من نفسي، أنت ما طلبتيش. لا ما ينفعش يا استاذ عطيه، لو هاخدها لازم ادفع ثمنها. لا عيب بقى. لا قولي بجد بكام؟ ما يستاهلوش، بس يا ريت ما تسيحيش. ادخل. دكتور مدام حنان موسى مستنيه حضرتك بره. طب خليها تفضل. اوكي. يا شيماء ايوه. تعالي اقعدي. افندم. ايه الحلاوه دي؟ انت ازاي حلوه قوي النهارده كده؟ ميرسي قوي يا دكتور، يعني ده من ذوق حضرتك. انا مش بجاملك، انا بتكلم بجد على فكره. فعلا شكلك حلو قوي النهارده. وبعدين ايه حضرتك دي؟ انا مش اكبر منك بكتير يعني. ماشي يا دكتور اوكي. وبعدين اللي هيكون بينا اكيد هيشيل ما بينا التكليف. لا مش فاهمه. بص يا شيماء، انا عايزك تحكي لي كل حاجه، تبقي صريحه معايا، ما تكسفيش مني، وبعدين ما تعمليش نفسك مش فاهمه عشان انت فاهمه. انا هروح انادي مدام حنان. ماشي، بس هنكمل كلامنا بعدين. اتفضلي حضرتك. الو. ايوه دكتور حازم. ايوه شيماء، عامله ايه؟ بقول لك ايه، انا هعدي عليكي، عايز اتكلم معاكي شويه. معلش انا اسفه يا دكتور، مش هينفع خالص. مش هينفع ليه؟ اصل بصراحه ماما زعقت لي لما انا ركبت معاك اخر مره من غير ما استاذنها. زعقت لك ليه؟ هي مش واثقه فيا. انا اسفه جدا يا دكتور، اوعى تزعل. لا انا مش زعلان ولا حاجه. هي مامتك وواجب ان انت تسمعي كلامها.
مع السلامه. ازيك يا شيماء؟ وحشتيني قوي يا حبيبتي. انت مين اصلا؟ انا ما اعرفكش. ما تعرفنيش ازاي؟ انا ابوكي، اسمي ورا اسمك على طول. الابوه مش بالاسماء. انت اصلا بني ادم مش مسؤول. انت قلتي اهو انا بني ادم، يعني ضعيف وبغلط. يبقى الغلط عندي انا. افتكرتك ما بتغلطش. يا شيماء انا ابوكي. سيبك من كلام امك ده، ما تمشيش وراه. انا عارف امك هي اللي بتقسيكوا عليا. ايوه انا غلطت، وايه يعني؟ ما كل الناس بتستحمل ويعيشوا عشان خاطر يربوا ولادهم. طول عمر امك غبيه وجحده، هي اللي قست قلوبكم على دي. الست اللي بتتكلم عنها دي شافت المر معاك كام ولا لا؟ عمرها ما شافت يوم عادل ابدا. شقيت وربتنا وفي الاخر خنتها ورميتها في الشارع. طب خلاص ما تزعليش، انا هصالحها ونرجع زي الاول واحسن كمان. حتى لو هي سامحتك انا لا يمكن اسامحك. اتفضل اطلع بره. ممكن برضه مش هتقدري تلغي ان انا ابوكي. اتفضل. مدام حنان، كنت عايزك دقيقة بس، معلش اتفضلي دقيقة. فطرتي ولا ما فطرتيش؟ الحمد لله فطرت. هو انا بصراحة يعني لو قصدتك في خدمة تعمليها لي وما تكسفينيش؟ عينيا عشانك لو اقدر اعملها. انا بصراحة اصلي كنت عايز اتجوز وعايزك تتوسطي لي. تتجوز؟ انت يا ابني مش متجوز؟ لا خلاص، ما انا طلقتها، بس انا ما بقولش يعني عشان برستيجي. وبعدين طول ما الراجل بيقدر يصرف على بيته وعياله يتجوز تاني، ايه يعني ما يجراش. طبعا ما يجراش. ايه يعني تاني وتالت ورابع يا سيدي وانا بس هي العروسه مين بقى؟ سماح. لا ما تتخضيش. وبعدين انا عرفت ان هي اتطلقت ومحتاجه راجل زي عشان يحميها. راجل ايه يا اخي؟ راجل ايه؟ ده ابنها اطول منك. هي الدنيا جرى فيها ايه؟ انت اتجننت؟ اولا ابنها اقصر مني، ثانيا انا مش بطلب حاجه عيب وحرام، انا هجوزها عرفي على سنه الله ورسوله. عرفي كمان؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. ايوه. ايه؟ يا نهار اسود. في ايه يا مدام حنان؟ هو في ايه بس؟ ما بيقول لي سماح ما تنسيش. مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل من الشجر الأخضر نارا فإذا يا رب يجعلها اخر الاحزان. كانت تعبانه قوي. الجلطه الاخيره جات لها في مركز الحركه وعملت لها شلل رباعي. الحمد لله ارتاحت. ربنا يغفر لها ويرحمها ويسكنها في سيح جناته يا رب. يا رب. بقول لك ايه يا حبيبتي؟ مش محتاجه حاجه. ربنا يخليك. شكرا. وحياتي عنك. صدقني مش محتاجه حاجه. انت عارفه لو محتاجه حاجه هقول. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صباح الخير يا خالد. صباح النور يا دكتور. اخبار الشغل ايه يا معلم؟ لا تمام زي الفل. دكتور نشأت اتصل وقال هيجيب البضاعه بالليل، انا هقعد استلمها منه. طب ده كويس قوي، بس ايه حد تاني يستلمهم عشان انا عايزك بالليل بعد الشغل. ليه يا دكتور؟ ما انا موجود. وبعدين هو انا قصرت في حاجه في الشغل ولا ايه؟ بالعكس يا حبيبي، انا مبسوط من شغلك قوي. انا حتى بفكر ازود مرتبك شويه. والله يا دكتور ما عارف اقول لك ايه، بجد ده كتير. يعني حضرتك بتديني مقدم وشقه وكمان هتزود مرتبي، والله العظيم ده كتير عليا. عيب تقول الكلام ده يا خالد، انت زي اخويا الصغير. وبعدين انا عايزك في موضوع شخصي مهم جدا. شخصي؟ ايوه شخصي.
اطبق في الغسيل. عملت لنا بقى كوبايتين شاي وصايه نقعد بقى نشربهم على رواقه. يا سلام. وده ايه الرضا السامي ده؟ ولا شكلك كده عايز حاجه. احب كنت فقساني. طبعا. قول يا اخويا قر قول. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. دلوقتي شيماء جالها عريس. لا بجد؟ اه والله. قول لي مين؟ هو واحد انت بتحبيه قوي وبتفضلي تدعي له على طول. يا ولا ما تقول، شوقتني. مين؟ دكتور حازم. حازم صيدلي؟ اه. كاكاو؟ ايه؟ ده متجوز ومخلف. اه. ايه؟ يا واد انت بتقولها لي كده في وشي؟ انا مالي، هو انا اللي متجوز ولا هو؟ يا واد ليه؟ اختك تتجوز راجل متجوز ومخلف ليه؟ لصنص اداب ومؤدبه ومحترمه وزي القمر، تتجوز واحد متجوز ليه يعني؟ اتاري بقى ادانا الشقه وشغل البيت وخلاك عنده. اتاري عينه من شيماء. لا يا ماما اكيد الموضوع مش كده يعني، هو راجل جدع وواقف جنبنا بصراحه كتر خيره. هو بس قال لي ان هو عنده مشاكل مع مراته وكده كده داخل على طلاق وعايز يتجوز شيماء بس. والعيال هتربيه اختك شيماء بقى؟ بص يا ماما انا كده كده عارف اصلا ان الموضوع ملعبك، بس انا يعني هو حتى وهو بيحكي لي انا كنت عارف انك مش هتوافقي. انا قلت بس اجي افتحك في الموضوع قبل ما اتكلم معاها، برضه لازم نعرف رايها ايه. خد رايها يا اخويا، انا متاكده ان بنتي مش هتوافق. خلاص هروح اتكلم معاها واشوف. روح يا اخويا هجيبك السودا. خلاص يا ماما انا مالي، متجوز ومخلف قال. لا يا الدنيا جرى فيها ايه؟ ومحدش بيعمل حاجه لله في لله ابدا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ايه اتفرج على ايه؟ المسلسل التركي. لا والنبي الحلقه كام؟ لا لسه في اوله، تقدر تتابعه 650 يعني. لا كويس، لا لسه بدري. يخرب بيت مرارتك، انا مش عارف الراجل ده اتص في نظره وعايز يتجوزك ليه؟ راجل مين؟ دكتور حازم طلب ايدك، وطبعا رحت اكلم ماما في الموضوع فعملت لي موشح ومعترضه بقى عشان متجوز ومخلف وبتاع. يا سلام، وايه المشكله؟ بجد مفيش مشكله؟ لا طبعا. ايه يعني ايه بقى مفيش مشكله يا ست شيماء؟ ماما انت نسيتي قلتي لي ايه من يومين؟ قلت لك ايه يعني؟ انا هفتكر؟ انا فاكره اكلت ايه امبارح؟ قلتي لي ان احنا دلوقتي في وضع مختلف عن زمان، وان احنا لازم نقبل حاجات ما كناش بنقبلها زمان، ونفكر في حاجات ما كناش بنفكر فيها زمان. ماما انت مش فاهمه، احنا يعتبر قاعدين في الشارع. بصراحه يا ماما هي يعني في النقطه دي عندها حق، احنا نعتبر قاعدين في الشارع، يعني قاعدين في شقه مع واحد موجب معانا يعني احنا لو حطينا مرتباتنا احنا الثلاثه على بعض مش هتجيب شقه قانون قديم. يعني ايه؟ موافقه تتجوزي راجل متجوز ومخلف؟ تبقي زوجه تانية؟ ده لو رفض اخوكي من شغله، لو رفضنا طلبه الارزاق على الله. طب ليه كده بس يا ماما؟ ما الطيب احسن. مفيش الكلام ده، طلبه مرفوض. بس بعد اذنك الطلب ده يخصني وانا من حقي افكر فيه. تفكري فيه؟ تفكري فيه لوحدك؟ ده اليوم اللي تفكري فيه لوحدك دلوقتي يا شيماء؟ ماشي، بس يا ريت بقى وانتي بتفكري ما تخلينيش اندم ان اتطلقت من ابوكي، لان لو كان معانا دلوقتي ما كنتش قدرت تقولي اللي بتقوليه ده. ابويا مين يا ماما؟ انا اصلا ماليش ابهات. ابويا ده اللي خانك مع حته واحده جربوعه في اوضه نومك وعلى سريرك وانا شفتهم بعينيا، جايه دلوقتي تقول ابويا؟ لا يا ماما انا ماليش ابهات. وبعدين ما طالما الموضوع هو ظل الراجل وبس، اتطلقتي منه ليه؟ كنت صبرتي بدل المرمطه اللي احنا اتمرمطناها معاكي يا ماما، حرام عليكي. على الاقل دكتور حازم معاه فلوس ويقدر يعيشني كويس، بدل ما اتجوز واحد يطلعني انا وولادي في الشارع وما الاقيش حته تهوى فيها زيك. مش هتقلعي بقى الاسود ده، فاتوا 3 ايام، العزا خلص خلاص. دمي يا كامل، امي الله يرحمها ويحسن اليها. ايه يا حنان، ما هي كانت زي امنا كمان. بس الحزن في القلب يا بنت الناس. مش ناقصه كآبة اكتر من كده. كفايه المصايب اللي مستنيانا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مصايب ايه بس يا راجل؟ معاش امك برضه، هو كان نوايا بتسند الزير.
دلوقتي مفيش قدامنا غير مرتبي ومرتبك، واحنا عندنا عيال بمصاريفهم ومصاريف مدارسهم. حول الله، ما هو حالنا حال الناس يا سيدي. فكرت في حاجة ممكن تساعدنا شوية. ايه هي؟ هنتطلق. يا نهار اسود. اسمعي بس للآخر. احنا هنتطلق رسمي ونكتب ورقة عرفي. يا انت اتجننت. عشان نفضل برضه متجوزين، وانت في نفس الوقت تقدري تستفيدي بمعاش امك. يا حول الله يا رب، انا اول مرة اسمع كلام زي ده. اديكي سمعتي، واحنا بقى مش فاضل لنا غير حل تاني، اننا ندور نشحت بالعيال في الشوارع مش واكل. ان شاء الله ما طفحت، انت اتجننت. ماما حقك عليا، انا اسفه. نبي ما تزعلي مني عشان خاطري. طب تعالي اقعدي عشان خاطري. ماما انا والله العظيم متلخبطه ومش عارفه افكر، بس انا والله العظيم بحب. حقك عليا، انا اسفه، ما تزعليش. يا حبيبتي انا خايفه عليكي، وانا كمان بحبك قوي. انا ملياش حد غيركم. انا حبيبتي مش عايزاكي تتبهدلي زي ما انا اتبهدلت، زي ما انت قلتي لي. عمر ما كانت الفلوس تعمل استقرار. يا شيماء يا حبيبتي، انا غلطت في اختياري، مش عايزاكي تغلطي زيي. خلاص اوعدك ان انا هفكر كويس وهعمل اللي انت عايزاه، بس اهم حاجه ما تزعليش مني. الو، اهلا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا حاج رضوان. يا راجل يا طيب يا كمل، والله ما في زيك اتنين. ايوه الاجهزه وصلت، ده ابن العصر. يا راجل يا طيب، ربنا يكرمك يا رب ويخليك. على فكره الاقساط في ميعادها زي ما اتفقنا، كل اول شهر. انا كلمتي واحده. قسط ايه يا ست الستات؟ انا مش متصل عشان القسط، ما انا عارف ان انت هتدفعيه كل اول شهر. هو احنا اول مره نتعامل سوا؟ انا متصل عشان موضوع تاني خالص. انا عاوزك تعزميني على الغدا عندك، حلاوه الشقه الجديده. ولا انت بخيله؟ الغدا؟ طبعا، ده انت تشرفنا وتنورنا وتشرفونا وتنورونا يا رب، انت والمدام والاولاد. احنا كمان عايزين نعرفوا الاولاد على بعض. ولادك ايه وولادي ايه؟ انا هجيلك لوحدي اتغدى معاكي، وكمان مش عايز ولادك يكونوا موجودين في البيت. قولي لي على ساعه يكونوا الاتنين فيها بره في اشغالهم، علشان ناخد راحتنا كده. راحتنا ايه يا راجل يا ناقص يا واطي؟ ده انا لو شفتك قدامي دلوقتي اقلع الجزمه واضربك على دماغك. على فكره الاجهزه بتاعتك مش عايزينها، تعالى يا اخويا خدها. يا واطي يا ناقص، ده طليقي كان صاحبك، يا نهار اسود ومنيل عليك، يخرب بيتك. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. في ايه يا ماما بتحاسبيني في مين؟ واحده صاحبتي عصبتني في التليفون. يا سلام، للدرجه دي؟ ده انت صوتك جايب اخر الشارع. مالك انت ومال شغل النسوان ده؟ يلا روح قول لاختك هنتعشى مع بعض دلوقتي. طيب ماشي، بالراحه كده، صلي على النبي. في ايه؟ خلاص السلام. خلاص هروح. يلا امسحي رقمها من عندك يا ستي. همسحه يلا. ماشي. نهار اسود، هتاريك عمال تقول لي بقى ادفعي براحتك وقسطي براحتك وادفعي اللي انت عايزاه، وانا زي الهبله صدقت. شكرا. معقوله اللي انت بتقولي ده كده حرام؟ كامل راح يسأل في دار اليفتة. انا مش مصدقاكي بصراحه. هنعمل ايه بس؟ عيشة غالية نار. ايوه، خلي جوزك يشتغل شغل اضافي، ان شاء الله حتى يشتغل سواق تاكسي، ولو مش عايز يتعب نفسه كده ويستهبل. الله، ومعقوله تمشي وراه كده بالكلام ده؟ اعمل ايه بس يا سماح؟ اعمل ايه؟ ما انتي طلقتي اهو بره وعلى كف عفريت. على الاقل انا بقى الاقي مكان اقعد بيه بعيالي. على راي المثل اهو ظل راجل. بقول لك يا انا حاسه ان انا تعبانه، انا هستأذن. طب يا حبيبتي يلا روحي وانا هبقى اتكلم اطمن عليكي، وانا همضي بدالك ما تقلقيش.
عجبك البرفان الجديد؟ والله لسه ما خلصتش الاولاني، ما فتحتش التاني لسه. ما فتحتهوش؟ بس انا امبارح حلمت بيكي حلم. قال ايه لابسه قميص نوم شفتشي وحاطه بقى بالبرفان اللي جبتهولك. يا نهارك اسود ومنيل، غور على مكتبك، لا اللي في رجلي ونزله ونسايق على فوقك، انت اتهبلت يا راجل انت؟ يا نهار اسود يا نهار اسود. خلاص ما تنسليهوش، بس بكره بقى تجيب الازازه الجديده بتاعتي عشان دي ب 20 جنيه. 20 جنيه؟ قولي استنى لبكره. لا يا اخويا مش هستنى لبكره، خد اهو غور على مكتبك. يا نهار اسود ومنيل، يا نهار اسود ومنيل. دي مقطوعه بس مفيش واحده. يا نهار اسود. بقول لك يا خالد، تبلغ الست والدتك ان انا محتاج الشقه بتاعتي اللي انا مديها لكم ضروري، لان جالها زبون مهم جدا وانا محتاج الفلوس دي احطها في صيدليه المهندسين. ايوه يا دكتور بس من غير بس، العقد بتاعكم قرب يخلص خلاص، وانا مش هجدد لكم تاني. على اول الشهر الموضوع ده يكون خلص. عايز شقتي. يا دكتور اول الشهر ده فاضل عليه يومين، طب ادينا فرصه بس على الاقل. مفيش فرصه يا حبيبي، شقتي وقلت مش هجدد العقد بتاعها. واقول لك على حاجه تانية، انا كمان مش عايزك في الشغل، وجدعانه مني هسيبك لحد ما تلاقي شغل تاني. خلصني من الحوار ده لو سمحت وبسرعه. لا حول ولا قوه الا بالله. بقالنا نص ساعة قاعدين وما قلتيش ولا كلمة. قلت لي يلا نخرج بره عشان نتكلم وادينا جينا بره، برضه ما بتتكلميش. طب ايه نقوم نمشي؟ لا هتمشي ايه؟ انا اصلي يعني انا كنت عايزه اعرف وانا بالنسبه لك ايه؟ يعني اوقات كتير قوي بحس انك بتعاملني زي اختك، اوقات تانية بحس ان انت بتعاملني اكتر من اختك. يعني بصراحه في مشاعر كتير قوي انا متلخبطه جوايا مش عارفه اقول لك ايه. ما انت قلتي كل حاجة لوحدك اهو، كل اللي قلتيه مظبوط، ما عدا بس موضوع اختك ده. اكيد طبعا انت اكتر من اختي، انت حاجة اغلى اهم، انت فاهمة بقى الباقي. أنا مكسوفة أوي بصراحة. يعني أنا بصراحة والله العظيم أنا عمري ما كنت جريئة كده. أنا عارف، أنا في أوقات كتير قوي فكرت إن أنا أسيب فيها الشغل، يعني لو هيحصل كده مشكلة بيني وبينك. طب ايه علاقة انك تسيبي الشغل او تكملي بان حاجة تحصل ما بيننا او ما تحصلش؟ لا أنا ما أقدرش، يعني أنا عن نفسي مش هقدر. انت بتحبيني ولا يا شيماء؟ لا أنا والله العظيم أنا مش عايزاك تفهمني غلط. أنا والله العظيم ما أقصد أي حاجة إحنا ممكن نمشي أصلا. خلاص اهدي، احنا ممكن نغير الموضوع على فكرة. بصي انا احتمال اسافر السخنة كده يومين اغير جو، تحبي تيجي معايا نغير جو سوا؟ أجي معاك إزاي يعني؟ لا مش فاهمة. طب أيوة يعني هقول إيه لماما؟ اي حاجة زي البنات ما بتعمل، يعني بايتة بره عندي شغل، انتوا مش هتغلبوا يعني. لا أنا آسفة أوي يا دكتور، ما أعتقدش إن ماما ممكن توافق. على فكرة أنا ماما بتخاف عليا أوي، وبعدين أنا ما أعرفش أعمل حركات البنات دول. حركات البنات دول براحتك، انت الخسرانة. شيك لو سمحت. ما انا ما قلتلكيش
هو قبل كده تقدم لك وطلبك مني وانا رفضت واديته فوق دماغه. انا ما اعرفش ازاي فتحك في الموضوع ده تاني. والله يا هم يبكي وهم يضحك، هو ما فتحنيش في الموضوع ده، هو كان بيعاكسني بس انا ايه ما سكتلوش، اديله منقي خيار. شاطره. يا محسن هات حاجه ساقعه للمكتب كله على حسابي. خير يا حبيبتي. اصل انا رجعت لجوزي. الف مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيكي. مبروك يا مدام سماح. انا قلت برضو انكم ما تطولوش. الله يبارك فيكي يا استاذ عطيه. الو. ايوه يا شيماء. ايوه يا ماما، انا خلاص خلصت الشغل. لا ما هو الحمد لله الدكتور قال مش لازم اقعد لحد بالليل. انا كنت ماشيه دلوقتي. هتفوتي عليا؟ هعدي عليكي في سكتي يا اختك. ماشي يا حبيبتي، دي مسافه السكه على طول، انا خلصت. يلا مع السلامه، باي. يلا يا حبيبتي مع السلامه. خلي بالك من نفسك. حاضر. الو. ايوه يا عمي. يا ترى ازازه البرفان اللي جبتها لحضرتك عجبتك ولا نغيرها؟ انا عطيه العريس. كنت حضرتك قلت لي هتكلمني يعني كمان يومين وبعدين يعني اختفيت كده، فقلت يعني اتصل اطمن يعني. لا في الطلب اللي طلبته من حضرتك يعني بنتك وكده، الجواز وكده. لا مفهوم. لا مفيش مشكلة ولا حاجة، بس يعني يا ريت بس حضرتك لو ازازة البارفان تسيبها مع البواب وانا معدي بس كده اخدها، يعني اكون شاكر. طب برضه ما تنسوش. بص ايه ده يا شيماء لسه هنا؟ انا كنت نازله بس ماما قالت انها هتفوت عليا. طيب بما انها هتفوت عليكي بقى، ما تيجي نقعد جوه شويه؟ هو فين يا دكتور؟ انا مش قادره افهم، هو حضرتك شايفني ازاي؟ يعني قبل كده تقولي اجي معاك العين السخنه ودلوقتي ادخل معاك جوه. هو انا غلطانه ان انا اتكلمت معاك بصراحه؟ يمكن عيبي ان انا واضحه وصريحه، بس الظاهر انت فهمتني غلط. انت اللي فهمتني غلط. ليه كل الكلام ده يعني؟ كل ده عشان بقولك تعالى اقعد جوه؟ ممكن ابقى عايز اتكلم معاكي، احكي لك، افضفض لك، بتفهميني غلط على طول. وبعدين ساعات بحس ان انت وحشاني، محتاجه اتكلم معاكي، محتاجه افضفض لك. ممكن ده يبقى حب؟ حب؟ انا لازم انزل علشان اكيد ماما مستنياني تحت. باي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير. انا اسمي خالد صالح وكنت شغال صيدلي في صيدليات دكتور حازم السويفي، ومعايا بقى خبره 3 سنين في صيدليه قبل كده كنت شغال فيها. كل ده موجود في السي في بتاعي. دي نسخه ممكن حضرتك تحتفظ بيها يعني. ومشيت من عنده ليه؟ والله ظروف شخصيه يعني، بس ما لهاش اي علاقه بالشغل مباشره. انا يعني في الشغل الف، حتى باين والله من السي في، لكن يعني الحمد لله. طب بص بقى يا خالد، انا حاليا دلوقتي مش محتاج اي حد. ممكن تسيب لي رقم حضرتك، لو احتجتك هكلمك. طيب انا رقمي والايميل بتاعي وكل حاجه هنا. متشكر يا دكتور. سلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ايه ده؟ ايه ده حضرتك؟ ايه ده حضرتي يا جماعه؟ انتوا شفتوا حاجه غريبه؟ انا قاعد في شقتي ولا انتوا نسيتوا ان دي شقتي؟
ايوه بس احنا مأجرين البيت. ايجار ايه يا مدام؟ هو الفلوس اللي انتوا بتدفعوها دي بتسموها ايجار؟ وبعدين انا قلت لابنك على مهله علشان تمشوا من الشقه وانتوا ما مشيتوش. ما علينا. دلوقتي في زبون عايز يشتري الشقه وبسعر لقطه وانا محتاج فلوس بصراحه، فلو سمحتوا خلاص بقى كده كفايه. ايوه بس ادينا فرصه حضرتك، يعني ندبر امورنا بس. هنروح فين؟ يعني حضرتك يرضيكي ليه الضرر؟ بقول لك في زبون لقطه عايز يشتري الشقه وانا عايز ابيعها ومحتاج الفلوس. ممكن تقعدوا في اي اوتيل الاسبوع ده ودبروا حالكم براحتكم. اوتيل؟ اوتيل. الو. ايوه يا خالد، ما ترجعش على البيت يا حبيبي، تعالى عند خالتك رجاء. مش وقته يا خالد، حابة اقول لك بعدين. تعالى لي عند خالتك رجاء. طيب يا حبيبي، بعدين باي باي. خالتي رجاء جت. شفت اللي جرالنا؟ في ايه؟ الراجل طلع واطي ورمانا في الشارع. معلش يا حبيبتي، ما تزعليش نفسك. كتر خيرك يا حبيبتي، مش عارفه من غيرك كنا عملنا ايه. ما تقوليش كده بس يا حبيبتي. عموما يعني يا اختي احنا مش هنطول عندك، احنا كلها كام يوم يعني لغايه ما نلاقي مكان وندبر نفسنا. ليه بس كده؟ بيتي هو بيتك. انا كذا مره قلت لكم تيجوا تقعدوا معايا وانتوا اللي ما بترضوش. من كان برضه الواحد ممكن يبقى تقيل. ما تقوليش كده يا سماح، ده انت اختي يا بت. ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك ابدا. ويخليكي ليا يا حبيبتي. يلا يا ضنايا، يلا يا حبيبتي يلا. لا خليكي يا ماما. تسلمي يا اختي، اشيل عنك. لا يا حبيبتي، لا يا حبيبتي خليك. اتعبك معايا معلش. تعبك راحه يا حبيبه قلبي، تعبك راحه. زيني يا حبيبتي، زيني يا ضنايا. ايه ده يا بنت المجنونه؟ انت بتحرقي لي هدومي؟ انت لسه شفت حاجه؟ ده انا لو طول احرق قلبك من جوه صدرك لاعملها. ليه؟ انت خلاص اتهبلت، يعني هوديكي العباسيه. مش عارف ليه يا ابو العيال، مش عارف ليه. روح لمراتك التانية، الحق مهند سخن، روح وديه المستشفى اجري عيان. انا شفت الرساله اللي بعتها لك بعينيا دول. يا واطي يا خاين يا دون. اتهبلت يا مجنونه، انا مش متجوز غيري. انا مش مجنونه، انا سيبني. خدي هنا، رايحه فين؟ بعد ما طلعني نفسي وسوسني زي الشيطان ونزل
على عيالك التانيين من مراتك التانية. فضحتينا يا مجنون، فضحتينا يا حبيبي انا قلت لك لما تيجي هقول لك. يا خالد ما تقلقش مفيش حاجه. طيب لما تيجي حاضر، يلا ما تتاخرش بقى. مع السلامه. الو. ايه؟ انت بتقولي ايه؟ مش كنت يا حنان رديتي وعشتي وسكتي زي ما كنت بتنصحيني يا اختي؟ مش كان احسن لك بدل ما تفقدي عمرك وتيتمي عيالك؟ وهو ده اللي راكب. انا رفضت دكتور حازم علشانك، والنتيجه كانت ايه؟ طلع ده اخويا من الشغل ورمانا في الشارع. انا مش هفضل مستنياه كده كتير. لا يا حبيبتي، انت ما رفضتوش عشاني، انت رفضتيه عشان هو متجوز وعنده عيال. الحكايه محسوبه بالورقه والقلم. لا انا رفضته علشانك طبعا. انت قلت لي ان انت بتحبني، واخره الحب طبيعي الجواز. انا قلت لك هتجوزك؟ انا وعدتك بالجواز؟ بطلي بقى تعيشي في دور الضحيه. ضحيه؟ طب واللي كان بينا تسميه ايه؟ اعجاب، استلطاف، تضييع وقت، اي حاجه سميه اي حاجه. وبعدين بصراحه بقى انا ما اقدرش اتجوز واحده عايشه في بيت ما فيهوش راجل، مع احترامي للسيد اخوكي طبعا. ده غير ان مامتها متطلقه، والله اعلم بقى السبب الطلاق ايه. مش يمكن ماما شقيه زيك؟ شيماء. ماما؟ لا والله، ده انتوا مطبخينها سوا بقى عشان تدبسوني رسمي. ها يلا يا شيماء، انا رجعت لابوكي. يلا بينا على بيتنا. رجعت لابوكي؟ وفي واحده متطلقه بترجع؟ قديم قوي الحركات دي.